بصراحة دي أصعب وأعبث نقلة اتنقلتها ساينسوب من الفويس اوفر لهنا المكان اللي احنا فيه ده. فتأكد ان انتم مشتركين وفعلين زر الجرس خلينا نخش في التفاصيل على طول. طيب ايه اللي بيحصل ويعني ايه قعدة مت؟ اوكي، خلينا الاول نبدأ من حيث انتهى ساينسوب كان مفضل بالنسبه لي في اعداده، فكره الفويس اوفر وبعد كده تمنتج باساليب مختلفه. ولما وصلت لحته المالتي فيرس، انت تقدم فكره المالتي فيرس زي الحلقه اللي صوتها وحش جدا عشان ما كناش لسه معنا فلوس نشتري مايك بتاعه توسكيجي، كل ده كان حلو جدا ولكنه كان فعلا مرهق جدا وصعب جدا وانتاجيا معقد جدا عشان يتنفذ. وبالتالي الحلقة كانت بتنزل كل شهر، كل 3 شهور، كل 6 شهور، وأحيانا حلقة توسكيجي دي خدت فعلا سنة كاملة من أول الفكرة لحد الإصدار. وبعدين حكم شغلي بقى عندي نوع من الاقتناع إنه بص، اللي عايز العلم يروح يقرأ أرتكل، يروح المكتبة، يروح يعمل اللي يعمله، بس ما بقتش مؤمن بالوقت إن اليوتيوب أو السوشيال ميديا هي المكان المفروض نعلم فيه الناس، نديهم المعلومة في شكل بونبوناية كده اسمها محتوى الترفيهي التعليمي اللي بيتقدم ده، لكن مش هو ده التعليم. وما كانش غرضي من الأول إنه يبقى المحتوى ترفيهي تعليمي ومش عارف إيه، لكن بالوقت اقتنعت إن اليوتيوب مكان، أو السوشيال ميديا عامة، بلاتفورمز كلها هي مكان للترفيه رقم 1. وبالتالي أنا كده بعمل الجزء الحمد لله بتاع إنك تشتغل في العلم، فليه ما يكونش اليوتيوب لجانب آخر من شخصيتي؟ أدي المساحة كده لجانب تاني يطلع يقول اللي عايز يقوله، وكده دي القناة بتاعتي، وكده ده محتوايا، واعمل اللي أنا عايزه. وعشان كده البرنامج ده اسمه قعدة متى. أوكي سيداتي سادتي آنساتي أوانسي، مش عارف آنساتي أساتذتي، ما علينا. ما هي قعدة المتة؟ المتة هي المشروب الخرافي ده. لا اوعي تحركي. المشروب الخرافي دي مش ملوخية، ملاحظة رقم 1، مش بامية بيكوا عليها شوية أعشاب، ملاحظة رقم 2، مش حاجة من الكلام ده كله. المتة هي نبتة جنوب أمريكا جنوبية، مؤخرا سوريا ولبنانية كمان. عارفين صور اللعيبة وهي بتشرب في حاجة كده عمالة تشفط من شاليمو طالع من كوباية، ما بتبقاش خشب، بتبقى حاجة اسمها كلباش، بس شبه الكوباية دي. هي دي المتة. جاية منين وبتعمل ايه؟ ده اللي هنتكلم عليه في الدقيقتين الجايين دول، لان انا بصراحة مش ناوي اطول الحلقة عن 8 دقايق. المتة هي عشبة جاية من امريكا الجنوبية زي ما قلنا، موطنها الاصلي باراجواي، اوروجواي، ارجنتين، جنوب البرازيل. وبسبب هجرة ولجوء كتير جدا من اهلنا في الشام، في باراجواي، اوروجواي، ارجنتين، زي ما قلنا الحتت دي كلها، برازيل، فبالتالي اتفتح خط تجارة كبير جدا ما بين المنطقتين، الشام وامريكا الجنوبية. التجارة دي نقلت معاها عادة المتة. المتة عند معظم الشعوب اللي بتشربها هي عادة اكتر منها مشروب، يعني بتبقى قاعدة والناس بيلفوا ما بينهم كده كوباية المتة، زي بالظبط اللي بيخلي المتة مميزة هي انها مصدر مهم جدا للكافيين، زيها زي القهوة بس كافيينها احسن شوية. هو كافيين مصاحب لمادة تانية اسمها ثيوبرومين. انا مش هدخل في شرح المادة بتعمل ايه في مخك ولا ايه هو الثيوبرومين، الكافيين والكلام ده كله. اللي عايز ده ممكن يروح يتفرج على درينك يربناو او ايا كان، يشوف ايه الحاجة اللي عايز يتفرج عليها. شاوت اوت درينك يربناو بالمناسبة، الكوباية دي من عندهم تحفة رائعة الصراحة، البتاعة دي والمادة. ولكن كل اللي هقوله لك ان الكافيين بتاعها كويس، ما بيسببش كراش، المفروض ما بيسببش ان انت فجأة بعد ما تبقى في نوبة النشاط الكبيرة جدا يجي لك مرة واحدة هبوط، الكلام ده كله ما بيحصلش. فهي دي المادة. وانا شخصيا بقالي حوالي بالظبط شهر بشرب مادة كل يوم عشان اجربها بنفسي قبل ما اطلع انقل التجربة للناس تانية. وبقى في خلال الشهر ده مشروبي المفضل، يعني أسوأ طعم مشروب شربته في حياتي كلها المفضل. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. يخليني بسهوله استغنى عن فكره ان انا اهضم بعد الاكل مش عارف بيبسي او شاي او ايا كان. بقيت مركز بس على اني افصل في نص اليوم بعد الغداء بجلسه متى. نيجي للسؤال المهم، بتتحضر ازاي؟ بصوا لو ركزتوا هنا هتلاقوا
ان انا دلقت نصها. بصوا هو واضح كده ان انا مش هعرف اوريكم لا بص هنا، ده النص ده بيتملي متة والنص ده بيبقى فاضي للمية. بتجيب الترمس بتاعك، لان انت لازم تجيب ترمس، ده سربرايز هاكر. لازم تجيب ترمس وتملاه مية درجة حرارتها 70 ل 80، مش مغلية، لان انت هتشرب كتير منها. الغليان ده بيأثر على صحة المريء والبق والحاجات دي. عشان كنت سايب المايك فهتلاقي الصوت في الحتة اللي فاتت مش قد كده. زي ما قلت لكم انا اول مرة اصور، فبصراحة انا معرفش ايه اللي المفروض يكون بيتعمل. الحاجات دي كلها قشطة يعني، كده قشطة يعني. زي ما شفتوا الكوباية وانا سايب المايك كده والصوت وحش جدا، الكوباية دي بتملوها نصها يبقى متة، والتكنيك ده ممكن تتعلموه من كذا حد على اليوتيوب او اي حد ازاي تعملوه. والنص التاني بيبقى الفاضي اللي هتحط فيه المية وانت معاك الترمس بتاعك. يعني هتخلص من المية هتشفطها كلها بالسترو دي زي كده، او دي. بس انا منصحش حد لو شفتوا الملونة دي ما تجيبوهاش، ما عجبتنيش خالص. الفتحات بتاعتها واسعة جدا فبتدخل عشبة كتير، مش بتمتص المية لوحدها، فبالتالي بتقعد تشفط المية، ولما بتفضى بتعبي مية جديدة لغاية ما تحس ان الطعم اللي طالع معاك بقى طعم مية سخنة، ما بقاش طعم عشبة المتة. وده سهل جدا تلاحظه من اول مرة لان طعمها سيء جدا. بس كده، هي دي قعدة المتة اللي احنا هنقعدها مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجاية كلها. يعني عايزين تشربوا متة معايا ونتبادل الادوار ونتبادل الحديث رايح جاي قشطة؟ مش عايزين؟ انا قعدت مكانكم، او مش انا، فيجو قاعد مكانكم. بس كده، شكرا انكم اتفرجتوا لحد دلوقتي. انا ما قلتش اي حاجه مفيده انا عارف، بس ده يمكن تعريف اكتر عن المحتوى الفتره الجايه. الدنيا الفتره الجايه تبقى فيها ايه؟ حاجه انا بحبها هعملها وهعملها كتير، ومش هبقى مهتم ان انا احافظ على خوارزميات اليوتيوب ان انت تنزل حاجه معينه وتفضل تتكلم في نفس الحاجه 70,000 مره. لا، انا بعمل اللي انا بحبه. شكرا لكم اتفرجتوا لحد دلوقتي. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا مش عارف ايه، ومستنيين تتابعوا الفترة الجاية. ممكن تعملوا فولو سبسكرايب ايا كان اللي هتعملوه. لو ما عجبكوش قشطة، يلا باي باي.